الله يسعد لي مساكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مناح؟ يا رب تكونوا مناح. رجعنا لكم بالحلقه الثانيه بعد غياب. بعرف الكل مستغرب انه نحن عملنا حلقه واحده بعدين يا فكيك ووقفنا، بس هلق للصراحه نحن ليش وقفنا؟ يا اخي دكتورين بنفس وذات الكوكب والله ما بتضبط. يعني كان في منافس صعب، خصوصي لما يكون دكتور المنافس يعني حدا دكتور ذو قيمه ذو وزن، مش سهله كانت علينا. فجينا نحن تروينا خيو، تروينا قلنا نطول بالنا لا الله يفرج، لحد ما الاكس تبعنا شمع على الخيط وهرب وقشطناه كل شيء. لا مش هيك قصدي اعلاميا. المهم رجعنا، هاتوا لشوف شو في موضوع نحكي فيه. يعني لسه ما صلناش شهرين مسقطين ابن مرته للقائد الخالد، لسه فيش عنا كثير مشاكل، بس يلا بدنا نجير على حالنا شوي ونلاقينا شي موضوع نحكي فيه. بصيرش ما عندناش شقفة اخت موضوع نحكي عنه، خلينا نضحبش. يا ابو ابراهيم دخلك بهم شو كلياتهم اخطاء فرديه. هلق من اكثر القضايا اللي شاغل الناس اليوم بسوريا هو موضوع تسليم السلاح وحل الفصائل، وفعلا هذا الكلام مهم واللي عليه علامات. حتى اني مع سحب حتى السكاكين من مطابخ المجتمعات السوريه كما قال احد الاصدقاء، بس بنفس وذات الوقت في عندك صوت ثاني بده السلاح يظل بيد الناس. لا الله يفرجها، ودايرين بهالحلقه المفرغه بين انه نسحب السلاح ولا نخليه. نسحب السلاح خلي السلاح، نسحب السلاح خلي السلاح، نخلي السلاح، نسحب السلاح نخلي السلاح، نسحب السلاح نخلي السلاح، نسحب السلاح نخلي السلاح. 2000 years later. نسحب السلاح نخلي السلاح، نسحب السلاح نخلي السلاح، نسحب السلاح نخلي السلاح، نسحب السلاح خلي السلاح، نسحب السلاح نسحب السلاح. هلق بما انه الاقربون اولى بالمعروف، شو قلت يا حالي؟ قلت يا حالي خلينا نبلش من عنا من السويد، اخوتنا وحبايبنا هالفصائل من غير اي استثناء، بس سقط هالنظام شكلوا غرفة عمليات وسكروا حالهم الباب. ولما تشوف بياناتهم عن حماية المواطن هون بتقول طاب الموت، انه شيء حلو، مش ده حلمنا طول عمرنا يكون عندنا امن وامان؟ سو نايس ماي فريند. بس المصيبة يا عزيز المواطن انه حتى رقم هاتف للطوارئ يعطوه لها الناس ما عندنش. يعني بكل بساطة اخونا المواطن الغالي اذا انسرق بيته بده يروح على الفيس ويبلش يدور على صفحات هالفصائل الكثيرة الموجودة بالسويد، وبده مساعد من العالم السفلي مشان يقول له هي صفحة مزورة ولا هي عن جد صفحة احد الفصائل، او بيبعث رسالة وبيقعد يستنى ليردوا عليه لحد يعبروا. هالمواطن عندوش ذوق المواطن، بس اكسزموا يعني اخوتنا الفصائل. وكأقل شيء يا زلمي يفكح حق الشغل، حطوا لكم رسالة تلقائية للي بعثكم رسالة يرد عليه بشكل تلقائي، والله هي مجاني على الماسنجر يا زلمه. اكتب مثلا شكرا على الاتصال عزيز المواطن، بعون الله نحن استلمنا رسالتك، بدكش تواخذنا اذا تاخرنا عليك. حطوا بريق المتة على النار وشراب انت والحرامي، اذا لنا نصيب خيو نجي بنسهر قبل ما يفل الحرامي، واذا لا خيو بكون فيش نصيب. دنيا قسموا نصيب اخي، ليش انت هيك يا مواطن؟ طبعا لوقتها الحرامي بيكون عفش له بيته وعفش الحاره وعفش الموبايل وبعث له رساله للفصائل قال لهم البلاغ كاذب. هيك نيال الفصائل. يعني حالتين ما تتحركوش، معلش خيو جيروا على نفسكم شوي وحطوا لكم رقم طوارئ مشان اذا واحد صار معه مصيبه يتصل فيكم. وكمان سمعنا بشيء اسمه اندماج الفصائل، على ما اعتقد طلع مش موضوع اندماج، طلع موضوع تفريخ. كل كم يوم واحد ذايق خلقه راح لملم لك ولاد عمه وشكل لك فصيل تحت مسمى حماية الوطن والمواطن. يا اخي كلمة مؤثرة، وطن، عم تضربوا على الوتر الحساس، وطن قديش كلمة مؤثرة. طبعا اخي المواطن بصير شكله فصيل وما يطلعوش ببيان، بصيرش بعدين بينزعوا لنا سمعة تشكيل الفصائل بالسوق، لازم بيان، ومش اي بيان، بيكسر فيه المرفوع وبيرفع المفتوح بلا مؤاخذة. وفوق هذا كله دقة الفيديو قول مصوره يا زلمه بهاتف الارض. دايما خيو ما عادش بدنا فصائل جديده، لا شوي بس اسا دايم ما عادش بدنا فصائل جديده. وهلق بنروح معكم لعند اخوتنا خارج المحافظه، للفصائل القائمين على تشكيل الدوله حاليا. يعني بما انه حال من بعضه بكل الفسيفساء السوريه العظيمه. ادمن بدي اعذبك شيك على التعليقات لانه فتنا بالغميق. اخي انا واحد من الناس بديش دولة حكم علماني وبديش دولة حكم اسلامي، هذا الموضوع نخليه للانتخابات. مش هيك بدكم؟ صح 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 مزبوط، انتوا هيك بدكم، فخليه للانتخابات تسكي. انا بدي دولة محايدة، يعني شو ما كان شكل الحكم فيه يكون دور هاي الدولة حماية الكل وخدمة الكل من غير اي تمييز. صعب يا اخي المواطن، صعبي مش صعب، شفت كيف؟ يعني بصير اخي المواطن نكون بعهد كردولو، نصير بعهد عولك. اخي انا مع محاسبة كل المجرمين، قصروش فيهم حاسبوهم لكن بالقضاء. يعني اكسزموا اخيو، شو خليتوا شغل للقضاء؟ معقول تخلوا القضاء عم يكش ذبان؟ بصير اخي المواطن. يعني والله يا ماي فريندو ابدناش نشوف جهاز امني او عناصر ما بيعرفوا كامل نهارا الا اذا سمعوا الناس عم بتعوي. اخي احملوا حالكم هالفصائل وطلع على البريه، والله العظيم بتضلك مطرود طول الليل يا زلمه على صوت الكلاب هني، سمع ومزمز على كيفك. اللي متمسك بسلاحه اليوم يعني بس يشوف هيك فيديوهات جميله ولطيفه راح يتعربط بسلاحه وعربطه له، وكل خمسه راح يشكلوا فصيل ونحن مضطرين نسمع بيانات. يعني نحن المواطنين متضررين بالاخير اخي، مش انت اخي العنصر. اخي خليني اجي معكم، هاي الاعمال فرديه
كل هذول فرديات، مش مشكلة بتصير آخر الموت. بس نحن بنتمنى من إخوتنا القائمين على بناء هذه الدولة ما عاد نشوف هيك مشاهد، بالعكس خلينا نشوف في حرص على عدم تكرار هاي المشاهد، وخلي القانون يحاكم كل مجرم. ترى القانون يا أخي المواطن هو ملح الأرض. خلي يكون عندنا دولة قانون أخي، شان الله يسلم. ها بحياة خالد فايز قال، بحياة القائد الخالد، بحياة الإكس تبعنا، خلونا يكون عندنا دولة قانون بلا هاي الحركات. ها يلا بدناش نطول عليكم، ضل خطرنا عندكم ويعفو الله. طفي.